طبعا وقت الامتحانات هو اكتر وقت كلنا بنبقى مشدودين ومتوترين فيه جدا. ولو بنتك عصبيه في العادي فهتبقى دلوقتي عصبيه ومتنرفزه وممكن تتجاوز اكتر بكتير قوي من اي وقت. مع ان انت كنت شايفه ان هي هاديه قبل كده وانت مش عارفه ايه اللي قلبها بالشكل ده، وخلاص ما بقيتيش عارفه تتعاملي معاها خالص. قبل ما اقول لك الاسباب والحلول، عايزه اقول لك انك بتبذلي مجهود كبير جدا مع بنتك. اوعي تستصغريه اي مجهود بتعمليه، مجرد تفكيرك ومجرد محاولتك وتجربتك معاها مره واثنين وعشرين دي في حد ذاتها عمل بطولي بجد، ومش ببالغ، وبجد مجهودك ده مش هيروح ابدا. احسني الظن بالله. خليني اقول لك بقى 7 اسباب مهمين جدا لعصبيه بنتك في سن المراهقه وما قبل المراهقه اللي بنسميها بريتين، علشان تبقي واخده بالك كده وانت بتتعاملي معاها في السن ده. عصبيه بنتك الشديده ممكن تكون بسبب تغير الهرمونات في سن المراهقه، وخصوصا في اوقات محدده من الشهر بتبقى اكتر بكتير. بنتك كانت متعوده تفكر بالجزء المسؤول عن المشاعر، فهي علشان كده الجزء المنطقي لسه بينضج شويه بشويه، فهي في مرحله انتقاليه بين التفكير المبني على المشاعر وبين التفكير العقلاني. وعشان الجزء العقلاني لسه مش متطور فهي ما بتعرفش تحسب اي مخاطر، وهي في السن ده بقى بتفرح قوي 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 وبتزعل قوي 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 خصوصا الزعل، كل حاجه عندها اكستريم، وده جزء طبيعي من النمو، بس اكيد يعني مش جزء سهل خالص تعملي ايه؟ طيب خليها هي اللي تفكر، ما تعمليش انت المخ البديل ارجوكي. ما تخليش انت اللي بتقولي لها كل حاجه وتعمل ايه وتسوي ايه. هي مش روبوت، اوكي؟ هي لازم تتعود تفكر، وخصوصا في الاوقات الصعبه زي تقلب الهرمونات اللي هي فيه ده دلوقتي. هي محتاجه تتعود انها تشغل الجزء المنطقي وتنظم الجزء العاطفي علشان ما يسيطرش على المنطق في الاوقات الصعبه. وانتي طبعا اول داعم ليها في التدريب ده، فمهم جدا ان انتي دايما تفتحي حوارات ما تبقاش وان واي، لازم هي تبقى جزء من الحوار ده. محتاجه تساليها مثلا هي حاسه بايه، طب لو وقفت موقف مثلا زي انها ما عرفتش تجاوب هتعمل ايه، طيب تغير السيناريو ده ازاي المره الجايه، اسئله زي دي. وفي نفس الوقت حطي حدود واضحه للكلام بطريقه وحشه ووضحي لها العواقب لده، ده مهم. قلة النوم بتسبب الكثير من العصبية عزيزة الأم في بداية سن البلوغ الساعة البيولوجية للمراهقين بتتغير، والساعة البيولوجية مرتبطة بإفراز هرمون الميلاتونين اللي بيخلي جسمنا مستعد للنوم. ولما بنتك بتكون في سن المراهقة إفراز الميلاتونين بيحصل في وقت متأخر عما كان عليه وهي طفلة أصغر، وبالتالي المراهقين زي ما احنا كلنا عارفين وبنشوف ما بيبقوش مستعدين للنوم قبل الساعة 11-12 بالليل. وبرضو المشكلة التانية ان الميلاتونين ما بيبتديش يقل افرازه الا في وقت متأخر الصبح، وده اللي بيخلي المراهقين نايمين على نفسهم طول النهار ومرهقين طول الوقت. طيب تعملي ايه؟ اشرحي لها الحقيقة اللي احنا قلناها دي دلوقتي، وخلي فيه روتين ثابت في مواعيد الاكل والرياضه، وانها محتاجه قبل النوم بساعه على الاقل ما تمسكيش الموبايل. عارفه انها حاجه صعبه وهتحتاج منك مجهود شويه، بس معلش دي حاجه مهمه. كمان اشرحي لها ان هرمون النمو اللي بيساعد انها تطول وان الكتله العضليه تزيد والدهون اللي في الجسم تقل، ده الفانكشن بتاعه، ده الاكشن بتاعه يعني. كمان بيساعد هرمون النمو على التحكم في التمثيل الغذائي للجسم، فجسمنا بيبقى صحي اكتر. واكتر بقى كميه بيفرزها الجسم من هرمون النمو، يعني حوالي تقريبا 75% بتبقى بالليل اثناء النوم واحنا نايمين في المرحله الثالثه من النوم، يعني تقريبا بعد ساعه من النوم لازم تدخل في النوم جامد عشان الهرمون يفرز. استخدام السوشيال ميديا والقعده على الموبايل بالساعات بيخلوا بنتك مش طايقه نفسها حرفيا، وهي مش عارفه السبب طبعا. اكيد الاطفال لما بيوصلوا لسن 10 سنين علشان مخ الاطفال بيحصل فيه تغيير بيولوجي بيخليهم دايما يجروا ورا المكافئات والمخاطر بدون حساب. فايه بقى اللي بيعمل لهم احساس المكافاه ده؟ طبعا اكيد السوشيال ميديا والموبايل. وللأسف اللي بتشوفه من كل حد بيظهر بشكل سو بيرفكت دي مأساة بجد،
وللاسف دراسات كتير ربطت ما بين استخدام الكتير لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي وما بين المشاكل اللي بتحصل، هي مشاكل الصحه العقليه زي القلق واعراض الاكتئاب والمخاوف من ان شكلهم وجسمهم ما يبقاش شكله جميل، وكل المشاكل اللي احنا بنمر بيها في وقت المراهقه. تعملي ايه؟ حاولي على قد ما تقدري تقللي وقت الموبايل. عارفه انه صعب بس هنحاول برضه. يا اما انك تتفقي معاها على اوقات محدده، او عن بطريقه بقى اندايركت انك تشغليها برياضه او برسم او اي اكتيفيتي هي بتحبه، وقولي لها معلومات عن ارتباط السوشيال ميديا بمشاكل القلق والتوتر. معلومات بجد بتفرق جدا معاهم. عارفه ان صحابها اللي بتقارن نفسها بيهم من اسباب العصبيه الشديده لبنتك والتجاوز معاكي في الكلام كمان، هي بتقارن نفسها بصحابها اللي ممكن تكون شايفاهم اشطر او اجمل من وجهه نظرها يعني، او بيعرفوا يتصرفوا احسن منها من وجهه نظرها برضو، او ان ليهم شله كبيره، او مثلا بيصاحبوا ولاد وهي مش عايزه او مش قادره تعمل ده وهي نفسها وتقلدهم وبتاع، لكن برضو بتحس بالضغط الشديد بسبب الموضوع ده. وانا اتكلمت عن الموضوع ده في كتابي افهميني يا ماما لانه مهم جدا. تعملي ايه؟ اكيد هي مش هتيجي تحكي لك عن مشاكلها مع صحابها ولا الضغط اللي هي بتتعرض له معاهم. خليكي انفولفد وعن قرب جدا في الدايره القريبه لبنتك، يعني اعزمي صحابها عندك علشان تشوفيهم من قريب، وفي نفس الوقت تقدري تفرحي بنتك فتقرب منك اكتر وتثق فيكي اكتر وتحكي لك بقى عن كل الحاجات اللي بتشوفها. التغيرات الشكليه والجسمانيه واللي هي بتبقى مكسوفه منها جدا ومرتبكه ومش عارفه تعمل ايه، بتخلي بنتك على طول مش طايقه نفسها وعصبيه جدا. فاكيد هيبقى فيه شويه ريحه للجسم مختلفه وحب شباب وحاجات كلنا عارفينها، كل المراهقين على مر الاجيال بيمروا بنفس الكلام. طيب تعملي ايه؟ اتكلمي مع بنتك على كل التغيرات اللي بتحصل لها وقولي لها ان كل ده عادي، وقولي لها كمان على نصايح علشان ريحتها تبقى افضل، وقولي لها اللي مريتي بيه وتجربتك، واساليها يعني اسالي كمان على دكاتره جلديه على افضل مستحضرات تنفع لها، وخليكي داعمه ليها وساعديها انها تحس بالثقه، واوعي تنتقديها في الموضوع ده بالذات. ضغط المدرسه والدرجات والتنافس الشديد بينها وبين زمايلها بيخلي بنتك عصبيه جدا، وده يعني مش ما بنشوفوش قوي في الولاد الصبيان، بالعكس لما حد بيجيب درجه احسن من زميله بيباركوا له ويقولوا له ايه عايش يا اسطى عادي جدا. فتوقعي ان بيبقى فيه دروب كده بيحصل اكاديميا في مرحله الاعدادي، وبنتك هتبقى مرتبكه لان هي بدات تعتمد على نفسها اكتر، والمذاكره اكيد زادت عن الاول. يعني ده حصل لنا كلنا، ده حصل لي وانا صغيره كنت بجد محتاسه ومش عارفه اعمل ايه، كان مخي كده مهنج في الفتره دي، وبعديها بشويه الدنيا مشيت. وبرده حصل لبناتي نفس الحكايه في نفس السن. طب تعملي ايه؟ ساعدي بنتك انها تنظم وقتها صح، قولي لها على شويه تريكات كده تقدري تنقلي لها خبرتك وتقولي لها تركز ازاي اكتر، زي مثلا تكنيك بومودورو اللي هي بتذاكر 25 دقيقه وتريح 5 دقائق وتكرر ده، عشان هم عندهم مده الانتباه ما بتبقاش كبيره قوي، فتقدر تركز في الفتره القصيره اللي هتذاكرها. وهتلاقي برضو تكنيكات كتير انا كاتباها في كتاب المذاكره. من اسباب عصبيه بنتك قله التواصل بينكم، ودي نقطه مهمه جدا جدا. انتوا لو ما بتقعدوش مع بعض لوحدكم تقعد تحكي لك عن مشاعرها واللي بتحس بيه لما بيحصل اي موقف، مش مشاكل في المدرسه ولا درجات، لا مواقف بتمر بيها، دي محتاجه انتباه منك شويه. واول ما تلاقي بنتك السلوك بتاعها بدا يبقى مش حلو، راجعي كده الكام يوم اللي فاتوا، هتلاقي انك ما قعدتيش معاها قعده التواصل الخاصه اللي بينكم واللي بتحكوا فيها وتهزروا وتقعدوا بقى تفكوا كده مع بعض. الابحاث اثبتت ان لما المراهقين بيقضوا وقت اطول مع باباهم ومامتهم بيبقوا اقل عرضه للوقوع في المشاكل سواء في المدرسه او في اي مكان تاني. طيب تعملي ايه؟ حددي مع نفسك كده ميعاد تقعدي فيه ثابت كل يوم، مش لازم تقولي لها انا هقعد معاكي كل يوم الساعه كذا، لا يعني انت حددي انوي يعني ان انت تقعدي معاها في الفتره دي، او مثلا ممكن تخرجوا تتغدوا بره او تشربوا كوفي او تروحوا تمشوا سوا، اي حاجه من الحاجات دي تعملوها مع بعض، ده هيخليها تحس انها مهمه عندك جدا وهتساعدها جدا في تحسين سلوكها.
بجد فترة المراهقة فترة مؤقتة جدا، وبتلاقي بنتك بين يوم وليلة كبرت من الطفلة اللي كانت معتمدة عليكي في كل حاجة لحد كبير بيشتغل ومستقل، وساعتها هتنسي كل اللحظات اللي كان فيها ألم عندك. عشان كده محتاجين نستمتع بأمومتنا ليهم وهم لسه صغيرين.